انا مش عارف ايه الجنان اللي انت بتقوليه ده. دي الحاجه الوحيده اللي هتخلصني من القرف اللي انا فيه ده. يوه، طب خلاص قولي لي انت فاضيه امتى عشان ابقى اجي اقتلك. ما اسمهاش تقتلني، اسمها تحييني. وده يحصل ازاي ان شاء الله؟ ازاي موتك يبقى في حياه؟ انت مش لسه بتقول انك عارفني كويس وعارف اني عمري ما هعيش في سجن حتى لو في حياتي؟ انا بقى عايزه ابقى حره حتى لو هموت. التخريف ده تشيليه من دماغك. في نوع برشام معين لو خدت كل ده هينتهي. ابوس ايدك افهمني. برشام ايه وزفت ايه؟ وعايزين انا اللي اجيبه؟ ايوه. بطلي تخريف يا مريم. مش تخريف، انا تعبت والله، تعبت من المستشفى والايام اللي شبه بعضها. انت مش حاسس بايه؟ انت ليه عايز ترجعي مريم بتاعت زمان؟ زمان ازاي؟ مريم بتاعت زمان اللي لما كان يحصل لها اي حاجه كانت بتفكر انها تنتحر. هي دي مريم اللي قاعده قدامي. شويه ياس مخلينها عايزه تسيبني وتمشي. انا كلمت الدكتور. وقال لي ان كل حاجه ممكن تبقى احسن. انت بس اللي ياسك مصور لك انها نهايه الدنيا. وصدقيني هي بتبتدي. انت كده، انت عارف وانا عارفه ان هو كده. انا تعبت من كام جهاز اللي طابقين على نفسي دول. انا عايزه اموت، انا مش عايزه الوقت ده. انا بقول لك تعبت، افهم، تعبت بقول لك. بس انا مش هعمل كده يا مريم. انا مش هجيب لك حاجه تحرمني منك. هيبقى زيك زي المسكنات والكيماوي اللي عمالين ينهش في جسمي. كلكم بتموتوني في اليوم 100 مرة. جاهزة يا مدام للجلسة؟ جاهزة. خليك هنا، راجع لك تاني. خلي بالك منها. كده جمعت لك كل حاجه يا مدام سكر، مش ناقص غير ماسك الالوفيرا. حضرتك عايزه ماسك الالوفيرا ده ليه يا مدام سكر؟ ماسك الالوفيرا ده يا دكتور ده اللي هيرجعني شباب، بنت ال20. كلك شباب كلك شباب يا مدام سكر. ميرسي يا دكتور. عملت لي ايه بقى في الصبغه؟ مدام سكر بعد اذنك حضرتك بتبعتي لي كل يوم بعد الفجر باليتة الوان انقي منها درجه لون الصبغه. انا مش عارف اوصل للون الخصله اللي حضرتك عايزاه.